تخيل أنك تنام ليلتك بهدوء دون أن تستيقظ كل ساعتين لتذهب إلى الحمام. تخيل أنك تستعيد نومك العميق من جديد وتشعر بأن جسدك يرتاح كما لم يفعل منذ سنوات. نعم، هذا ممكن. ولكن ليس عن طريق الأدوية أو الأعشاب الغالية، بل بخضروات بسيطة موجودة في كل بيت، تمتلك مفعولاً مذهلاً في وقف التبول الليلي عند كبار السن بشكل طبيعي وآمن تماماً. مرحباً بكم في قناتكم صحة وجمال. في هذا الفيديو سأكشف لكم اليوم سرراً بسيطاً ومجرباً من أسرار الطبيعة، يساعد على حل واحدة من أكثر المشكلات المزعجة التي يعاني منها الكثير من الرجال والسيدات بعد سن 60، وهي التبول الليلي المتكرر. أحب أن أقولها لكم بكل وضوح: التبول الليلي ليس أمراً طبيعياً مع التقدم في العمر كما يعتقد البعض، بل هو إشارة من الجسم إلى وجود خلل في نمط التغذية، أو في توازن السوائل، أو حتى في وظائف الكلى والبروستاتا. ومعظم من يعانون من هذه المشكلة لا يعرفون أن الحل يمكن أن يكون في طبق صغير من الخضار قبل النوم. في هذا الفيديو سأتحدث خطوة بخطوة عن خضروات محددة تمت دراستها علمياً، وأثبتت قدرتها على تنظيم عمل الكلى والمثانة وتقليل الالتهابات الداخلية التي تسبب كثرة التبول. وسأشرح كيف يمكن تناولها بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب من اليوم حتى تحصلوا على أفضل نتيجة ممكنة دون أي آثار جانبية. لكن تذكروا، هدفي ليس فقط أن أخبركم ماذا تأكلون، بل أن أعلمكم كيف تستخدمون الغذاء كدواء طبيعي يداوي الجسد بلطف ويعيد إليه توازنه. لذلك، أنصحكم أن تتابعوا الفيديو للنهاية، لأن الجزء الأخير يحمل أهم نصيحة قد سمعتموها من قبل في هذا الموضوع. قبل أن نبدأ، أود منكم أن تكتبوا لي في التعليقات من أي بلد تتابعوني، وأيضاً ضعوا الرقم 1 في التعليقات إذا كنتم ترغبون في الحصول على نوم هادئ دون استيقاظ متكرر. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأن كل حلقة قادمة ستكون مليئة بالمعلومات التي يمكن أن تغير حياتكم الصحية تماماً. ابقوا معي، لأن ما سأقوله الآن قد يكون المفتاح الذي تبحثون عنه منذ سنوات لنوم هادئ وصحة أفضل بعد 60. الخضار الأول: الكرفس. الكرفس يعد من أكثر الخضروات فائدة لصحة الجهاز البولي عند كبار السن، لأنه يعمل على تنظيم عملية التبول بشكل طبيعي ومتوازن دون أن يرهق الكلى أو يسبب جفاف الجسم. يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الماء، وعلى مجموعة من المركبات النباتية النشطة مثل الأبيول واللوتيولين، وهي مواد تساعد على تنظيف الكلى والمثانة من الأملاح والفضلات المتراكمة، وتحفز الجسم على التخلص من السوائل الزائدة بطريقة تدريجية ومنظمة. هذه العملية لا تجبر الكلى على العمل الزائد، بل تساعدها على أداء وظيفتها بكفاءة، وهو ما يقل من التبول الليلي المزعج. الكرفس غني بعنصر البوتاسيوم، وهو المسؤول عن تنظيم توازن السوائل داخل خلايا الجسم. عندما يحصل الجسم على كفايته من البوتاسيوم، يتحسن أداء الكلى في تصفية الدم وتقل كمية السوائل التي تتجمع في المثانة أثناء النوم. كما يحتوي الكرفس على مضادات أكسدة قوية تقلل الالتهابات داخل الجهاز البولي، خاصة في جدار الكرفس بانتظام يساهم كذلك في تقليل ضغط الدم، لأنه يساعد على إخراج الصوديوم الزائد من الجسم. أفضل طريقة للاستفادة من خصائص الكرفس هي تناوله طازجاً أو على شكل عصير طبيعي. ينصح بتحضير كوب صغير من عصير الكرفس قبل وجبة العشاء بساعتين تقريباً. كما يمكن إضافته إلى السلطة أو الشوربة، فمفعوله يبقى فعالاً حتى في حالته المطهية بخفة. الخضار الثاني: السبانخ. السبانخ من أكثر الخضروات فائدة لصحة الجهاز البولي، خاصة عند كبار السن الذين يعانون من التبول الليلي المتكرر. تحتوي على مجموعة متكاملة من المعادن التي تعيد التوازن العصبي والعضلي للمثانة، مما يقل من الانقباضات المفاجئة التي تسبب الحاجة المتكررة للتبول أثناء الليل.
أهم هذه العناصر هو المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يعمل على تهدئة العضلات وتنظيم إشارات الأعصاب داخل الجسم، بما في ذلك عضلات المثانة. كما تحتوي السبانخ على البوتاسيوم، الذي يساعد على موازنة السوائل داخل الخلايا ويمنع احتباس الماء. وجود البوتاسيوم والمغنيسيوم بكميات كافية يجعل المثانة أكثر استقراراً، ويقلل الانقباضات اللا إرادية أثناء النوم. يفضل تناول السبانخ مطهية على البخار بمقدار نصف كوب في وجبة العشاء قبل النوم بساعتين. الخضار الثالث: البروكلي. البروكلي من الخضروات الأساسية في النظام الغذائي لكبار السن، خصوصاً لمن يعانون من ضعف وظائف الكلى أو تضخم البروستاتا. يحتوي على مركب قوي اسمه السلفورافين، يساعد على مكافحة الالتهابات داخل الجهاز البولي وتقليل تضخم البروستاتا الحميد، وهو أحد الأسباب الرئيسية للتبول الليلي عند الرجال بعد سن 60. كما أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي عناصر تحافظ على انقباض طبيعي لعضلات المثانة. ويفضل تناوله مطهواً على البخار لمدة لا تتجاوز 5 دقائق قبل النوم بساعتين تقريباً. بطاطس. الخضار الرابع: البطاطا. البطاطا مهمة جداً لصحة الجهاز البولي والعصبي عند كبار السن. تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين بي 6، وهي عناصر تساعد على تهدئة الأعصاب وتنظيم عمل المثانة. يفضل تناول البطاطا المسلوقة أو المطهية على البخار في العشاء قبل النوم بساعتين، وتجنب قليها أو إضافة الدهون الثقيلة. البطاطا الحلوة أفضل من البيضاء لكبار السن، لأنها تحتوي على ألياف أكثر وصوديوم أقل. قرعة مضيئة. الخضار الخامس: القرع. القرع من أكثر الخضروات المفيدة في تهدئة المثانة وتنظيم إفراز البول. يحتوي على الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن تقوي عضلات الجهاز البولي وتقلل الانقباضات الليلية. الزنك يحافظ على صحة البروستاتا عند الرجال، والمغنيسيوم يهدئ الأعصاب، بينما تعمل مضادات الأكسدة على تقليل الالتهابات في الكلى والمثانة. يفضل تناول نصف كوب من القرع المطهو على البخار في وجبة العشاء قبل النوم بساعتين، ويمكن إضافة رشة قرفة أو زيت زيتون لتحسين الطعم دون دهون ثقيل.